وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة ونبدأها بأهم العناوين. مجلس الوزراء يوافق على مد حجز بمشاريع بيت الوطن والرحاب ومدينتي حتى 21 من يوليو الجاري نظرا لكثرة الأجازات والأعياد. يحيى القلاش نقيب الصحفيين والبلشي وعبد الرحيم يصلون إلى محكمة عابدين اليوم لنظر جلسة محاكمتهم بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا. صفحة بالغش اجتمعنا تعلن ظهور نتائج الثانوية العامة بالأسماء وأرقام الجلوس. أنباء عن وفاة مرشد جماعة الإخوان والداخلية تنفي وتؤكد تلقيه العلاج داخل المستشفى. الداخلية تعلن عن إحالة 550 لواء وعميد الشرطة إلى المعاش أواخر شهر يوليو الجاري. الأجهزة الأمنية بالقاهرة برئاسة اللواء هشام العراقي تشن حملات مشددة لضبط الخارجين عن القانون وتهيب المواطنين مساعدتها لاستقبال مباراة القمة. وأخيرا الزمالك يعلن لا بديل عن الفوز في مباراة القمة اليوم. نلقاكم في نشرة إخبارية جديدة، دمتم في أمان الله.